طريق الحراك بالجزائر 2019، ومن المفروض الواجهة أن يكون يساري يا شباب، يساري. لماذا؟ لأنه الفكر السلفي في التسعين لم يسقط الدولة تمام. فكر الإخوان يعني في الربيع العربي أو من بعد الألفين ويحاولون إسقاط الدولة لم ينفع. ما هو الحل؟ يدخل شباب جيل جديد يساري بصورة يعني حرية وديمقراطية تمام، على شكل جيل هذا الذي جيل زاد الذي ظهر الآن في المغرب. ولكن هذا الجيل لم يحرك شيء، حتى أنه كان يخرج يوم الثلاثاء يخرج معه أعداد محدودة. فاضطر المنظم أو المتحكم الحقيقي لماذا؟ لإدخال التيار الإسلامي. فجأة يدخل جماعات الإخوان والسلفية، وجدناهم في المظاهرات، وجدنا مقري وسعيد سعدي وعلي بالحاج في المظاهرات. من أجل ماذا؟ من أجل خلق الكثافة الشعبية أو ما نسميه بالكتلة العاطفية. واضحة الفكرة؟